برحب بيكم أصدقائي الأعزاء، أصدقاء مملكة الشيف مها على اليوتيوب. احنا النهاردة هنكمل معاكم الجزء الثاني من فيديو الحمام في المسلة أو ميدان الشهداء ببورسعيد. بس قبل ما نبدأ الفيديو زي ما عودتوني، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، واللي مشترك بالفعل لايك وكومنتات. يلا بينا نبدأ مع بعض فيديو الحمام في المسلة، إن شاء الله ينول إعجابكم. دلوقتي معانا لقاء مع الحاج محمد المسؤول هنا عن المسلة وعن إطعام الحمام. أهلا وسهلا بك يا حاج محمد، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك، وكل سنة وانتم طيبين وكل المشاهدين طيبين يا رب. طيب أنا عايزاك الأول تعرفنا بنفسك عشان السادة المشاهدين يعرفوا حضرتك، وفي نفس الوقت تقولي أنت هنا في المسلة من إمتى وطبيعة شغلك إيه بالظبط. أستأذنك تمسك المايك وتديني أنا الأكل بقى، أكل الحمام. طيب ماشي، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاميرا بعد إذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد يوسف، مشرف عام ميدان الشهداء وماسك ساحة الحمام، والحمد لله الحمام ده كان هنا موجود، وبالمتابعة مننا طبعا الحمام بسم الله ما شاء الله زاد وببازار سياحي، وكل القنوات بتيجي تتصور معانا هنا، وكل المحافظات بتيجي هنا تتصور مع الحمام وبيبقوا مبسوطين. وسيادة المحافظ قال إن شاء الله المكان ده هيبقى مزار سياحي، وفعلا ده حصل، وكل المحافظات بتيجي هنا من اسكندرية ومن مرسى مطروح ومن سينا ومن دمياط ومن القاهرة ومن اسكندرية ومن منصورة، وكل المحافظات بتيجي هنا. قبل ما تروح أي مكان في بورسعيد لازم يجوا ساحة الحمام ويتفرجوا على الحمام، وبتبقى أطفالهم مبسوطة وفي آخر سعادة. وبالنسبة لي أنا لما بأكل حمام ببقى مبسوط جدا، وبحس إن أنا عملت عمل كبير وعمل كويس جدا. الحمام ده أديكوا فكرة عن الحمام. الحمام ده بيجي هنا، بينزل على فترات. أول فترة بينزلها بعد الفجر مباشرة، وبنبدأ نرمي له الأكل. بعد كده بيجي على فترات، الحمام بيروح يقف على المدرسة العسكرية. بعد كده كل ساعة بنرمي له الأكل بينزل، وبتيجي ناس برضه بترمي أكل، بتكون جايبة أكل معاها. واحنا متابعين المكان هنا، وثلاث ورديات شغالين 24 ساعة، ومفيش أي تجاوزات في ساحة الحمام، في أي يعني أي حاجة تعكر صفو الحمام. أطفال صغيرة بتعكس في الحمام، اللي عايز يمسك حمام ده كله ده ممنوع. وعندنا هنا كاميرات مراقبة، واحنا الأمن شغالين 24 ساعة. تمام. انت وفرت عليا طبعا اسئله كتير جدا. فالسؤال بقى، انت حضرتك هنا من امتى؟ بقالك كام سنه؟ انا هنا موجود تقريبا داخل على ال7 سنة دي. والحمام ده يعني ملك الاشخاص ولا هو حمام حر ولا ايه؟ يعني جاي منين؟ ده حمام حضرتك حمام حر، ملهوش ولا عاملين له برج ولا غيه ولا اي حاجه. بيجي من بعد الفجر بيقف على المدرسه العسكريه. كان الحاج ابراهيم الجباس الله يرحمه كان بيصلي الفجر في العباسي، وبيجي يرمي له الاكل. بس ما كانش بيجي في ساحه الحمام، كان بينزل على النجيله، والناس ما كانتش شايفاه. لما سياده المحافظ قال نجمع الحمام في المكان ده ويبقى مزار سياحي، احنا استدرجنا الحمام وجبناه هنا. بقينا نحط له قنايه ميه ونحط له اكل في المكان ده. بقي متواجد معانا 24 ساعه. لما لقيناه متواجد في المكان ده بقينا ما نحطش حاجات الميه، بقي بيشرب من النجيله والرشاشات والخراطيم. تمام. والله حضرتك يعني بجد افدتنا بمعلومات في منتهى الجمال. وحضرتك بتقول ان انتوا بتبقوا نبطشيه 24 ساعه؟ 24 ساعه 3 يعني ده منعا لسرقه الحمام؟ طبعا. يعني هل في محاولات قبل كده لسرقه الحمام ولا ما حصلش؟ طبعا في اولاد حضرتك يا فندم، هم مش عارفين ان المكان ده المفروض يحافظوا عليه، المفروض المحافظه بتاعتهم يحافظوا عليها، والناس بتيجي من اخر الدنيا عشان تتفرج على الحمام. انما يعني عيال صغيره مش فاهمه حاجه، اللي عايز يمسك فرد حمام، اللي عايز يلعب ويجريه. يعني الحمام لغايه دلوقتي يا فندم مش لاقي الامان. والله الحمام لو لقى الامان من الناس لا هيجي على كتف الواحد وعلى ايده ويجي جنبه ولا دي سلوكيات لازم تتظبط. دي سلوكيات يعني. يا ريت اولياء الامور ينبهوا على اولادهم لما تيجوا ساحه الحمام اتفرجوا معاه، اتصوروا، بدل ما تجروه وتحبوا انه تمسكوا فرد حمام. انت مش هتستفيد بفرد الحمام اللي انت هتمسكه اساسا. انت كده بترهبه، انت كده بترهب الحمام.
فيا ريت اولياء الامور يساعدوا معانا ويتعاونوا معانا في الحته دي. يعني من ناحيه طبعا اولياء الامور، ومن ناحيه طبعا دور المدارس طبعا. يعني كل طبعا في موقعه او في مدرسته، المدرسين والمسؤولين في المدارس يوعوا الجيل، لان الجيل اللي طالع برضو يعني ايه بيبقى محتاج شويه توجيهات. فده مزار سياحي ويعتبر دخل قومي برضو لمحافظة بورسعيد، يعني ان ناس تيجي من محافظات تانية ده بينشط السياحة في بورسعيد، وبالتالي مثلا بيشغل المواصلات، بيشغل المطاعم، بيشغل التجار اللي بيبيعوا بضائع معينة. لما تيجي رحلات اكيد طبعا بيستخدموا المواصلات، بيستخدموا الاكل في المطاعم المختلفة، بيروحوا يشتروا يتسوقوا ملابس او غيره، كمان بيروحوا ياكلوا في المطاعم اللي في سوق السمك الجديد، بيشتروا الملابس من سوق البلا الجديد. يعني بالتالي بيبقى تنشيط للسياحة بوجه عام في محافظة بورسعيد. طبعا. طيب تنهي بقى كلمة كده للسادة المشاهدين. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب سنة جديدة عليكم، وان شاء الله احنا داخلين على شهر رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. وبرضو هكرر تاني واقول يا رب اولياء الامور تفهم اولادهم بس انه يتعاونوا معانا، بس ان نحافظ على ساحة الحمام ويبقى محافظة جميلة. والناس بتيجي من جميع المحافظات يا جماعة والله علشان يتصوروا مع الحمام، فما ينفعش احنا نبوظ المكان الجميل ده. وكل سنة وانتم طيبين. متشكرة قوي يا عم محمد، وجزاك الله كل خير على كل معلومة قلتها لنا، وانت شرفتنا ونورتنا، وكل سنة وحضرتك طيب. متشكرة قوي. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب. وطبعا زي ما احنا شايفين دي المدرسة العسكرية اللي بيتجمع عليها الحمام كل يوم على سطحها، وبيبدأ بعد كده بعد الفجر ينزل على ميدان المسلة زي ما عم محمد قال لنا. النهارده شباب كده زي القمر لقيتهم بيزوروا المسلة، فحبيت اتعرف عليهم واعمل معاهم لقاء. هيعرفونا بنفسهم ويقولوا لي هم منين وجايين ليه. نبدأ كده من اليمين. اصبر بقى يا عم على رزقك. ابدأ امسك المايك. انت اسمك ايه بقى اسمي عم محمد. اسمي عم محمد من مدينة نصر القاهرة. اهلا وسهلا. شكرا. انا اسمي الحقيقة محمود حديدة. منين يا ناس؟ انا منين؟ تعالي خليني تقول له. شايف الكسب الكلام قدام الناس. لا بالله عليك منين وجاي؟ انا جايين رحلة. اسمي اخوكم الباع مدينة نصر القاهرة 4:30. لا اله الا الله. خطيبتي. طب خلاص قولي انتي. قولي يا احمد. احمد طيب نتعرف بيك يا حبيبي. احمد سعيد. احمد سعيد. اهلا يا احمد. احمد سعيد فاتح معرض ابواب، وكنت بدرس هندسه. ما شاء الله. خلصت هندسه؟ خلصت. يعني احنا زملاء، لان انا مهندسه برضه. شرفنا يا فندم. اهلا بيك يا حبيبي. دينا محمد. اهلا يا دينا. احنا جايين نشوف الحمام والاكل ونتصور. يعني جايين رحله كده فاني يعني مع بعض كده، ولا تبع؟ لا احنا جايين بعربيه، بس احنا جايين بقى ايه جبل الملح ومعديه وكده يعني. تمام. اتفضلي يا حبيبتي اتعرف بيكي. ام تاليا. ام خالد. حبايب قلب ام تاليا، ازيكم؟ ام تاليا يا جماعه عندها قناه على اليوتيوب وعلى التيك توك. طب قولي لهم اسمها ايه؟ اسمها تاليا يوسف. طب امسكي المايك وقولي. اسمها تاليا يوسف، قناه تيك توك. خلاص تشتركوا بقى مع ام تاليا في قناتها. ان شاء الله. انا اسمي يوسف حسن. اهلا تاليا القمر دي هي اللي قالت لنا تيجي. توتي توتي. النبي يا جماعه تدعوا يا جماعه. صوريني والنبي. انا طلعت في التلفزيون. اتشرفت بيكم يا حبايبي ومنورين بورسعيد. متشكره قوي. الجماعه دول يا جماعه، بصوا يا جماعه السلام عليكم معاكم. طبعا مدام فاطمه الشوا. بصوا الجماعه دول اخف ناس انا شفتهم في حياتي وحياه ربنا كلهم وعلى محمد وانت تعالى اهو شباب ما شاء الله عليا. محمد والله ما شاء الله اخف ناس شفتهم في حياتي. طب انتوا جايين بورسعيد هنا تعملوا ايه؟ جايين زيارة نشوف الأماكن كده. رحلة يعني. طب رحتوا السمك وكده الأسواق؟ يعني احنا لسه على الغدا الصبح كده. سامعين. عينيا والله ليك. انت ما
ما صدقت. خلاص تمام. دلوقتي يا عمرو، انت اول مره تيجي بورسعيد ولا جيت قبل كده؟ أول مرة. اول مره. وانت يا يوسف؟ بصراحة أول مرة. طيب ايه رايكم مبدئيا كده في بورسعيد وجو بورسعيد؟ لا الدنيا جميلة قوي. انا عايزه كل واحد فيكم يقول كلمتين عن بورسعيد. وانتوا جايين تزوروا اماكن ايه؟ يعني هل في اماكن معينه في دماغكم ولا كده يعني بظروفها؟ احنا جايين نزور جبل الملح، وجايين نزور المسلة، وفي كذا مكان كده تاني بس لسه هنظبط مع بعضينا. تمام يا حبيبي. طبعا اكيد بورسعيد مختلفه عن القاهره. بورسعيد بلد هاديه جميله، لكن القاهره صعب الحياه فيها، زحمه ودوشه. ناس كويسين جدا يعني. بصراحة قابلنا كذا حد يعني سألناه على كذا مكان ما قالناش لا. ناس محترمة، ناس كويسة جدا، والأماكن كويسة جدا كمان، مبسوطين بيها. احنا رحنا كذا مكان ولسه مكملين ان شاء الله، في غدا وفي سمك والكلام ده. فبصراحة بورسعيد جميلة جدا، واهلها محترمين، واهلها ناس محترمة جدا، وانتوا ناس يعني ما شاء الله عليكم. ربنا يخليك يا حبيبي. يعني انا من حسن حظي ان انا قابلتكم، وتستمتعوا ان شاء الله بوقتكم، وهتروحوا المعدية وتشوفوا بقى بدل الحمام هتشوفوا بقى ايه؟ طيور النورس. طيور النورس برضو من الحاجات الجميلة اللي مميزة للمعدية بتاعت بورسعيد. هاتوا بجد عيش لو معاكم عيش. توتو بتحب القطط يا اختي كميلة، هي دي احلى حاجة في الحلقة. بتحب القطط صح؟ ما شاء الله، الله اكبر. نجيب لك قطة حتة سكر ما شاء الله. خدوا عيش معاكم علشان تقطعوه وترموه لطيور النورس. تمام. في مطعم هنا ممكن تجيبوا منه عيش. سوق البالة وسوق السمك وسوق الخضار كلهم في نطاق، في مكان واحد في شارع الصباح. تمام. مدام فاطمه بتقول الجراج، لان المايك بعيد عنك يا فاطمه. فالجراج ده يا حبايبي بصوا، شايفين المبنى ده، الفندق ده البني ده وراه كده قدامه كده على طول، قدامه منطقه كبيره اسمها الجراج، مليانه كافتريات. اطلعوا على البحر. الجو جميل جدا. البحر اللي معانا بصراحه محتاجين نشوف البحر. الجراج ومنه على البحر على طول، يعني انتوا خطوتين اهو البحر وراكم. شرفتونا حبيبي. ربنا يبارك لك. شكرا يا يوسف. شكرا، الله يخليك. ثالثه اعدادي؟ انتوا جايين رحله تبع المدرسه ولا ايه؟ مع مس معانا مس بتاعت الانجليش. مس بتاعت الانجليش. اهلا وسهلا، اتفضلي حبيبتي عرفيني بنفسك. اهداء ابراهيم. اهداء. الله، ايه الاسم الجميل ده؟ انا اول مره اسمع الاسم. اسمها اهداء، يعني اسم تحفه بصراحه. اتفضلي حبيبتي. اسمي اسراء. كلكم ثالثه اعدادي؟ اهلا وسهلا بيكم ومشرفينا يا حبايبي في محافظه بورسعيد. اول مره بقى تيجوا محافظه بورسعيد؟ لا حقيقي لا. قولي لي يعني جيتي ايه او انطباعك ايه عن بورسعيد؟ جميله طبعا. جيت قبل كده مع سكيت، فريق السكيت اللي هنا. اللي هو التزحلق. ومع اهلي طبعا. يعني اصل يعني بورسعيد ودمياط زي ما يقولوا ايه، ولاد عم، يعني بينا يا دوبك ساعه او اقل كمان بالعربيه. ودمياط الجديده برضو قريبه لينا جدا، فبالتالي البورسعيديه والضميطه بيروحوا ويجوا على بعض. ايه رايك؟ هو انا جيت قبل كده شكل كانت حلوه يعني، بس احنا ما تلفناش كتير. لا ما كانتش يعني رحله ولا كانت ايه؟ لا كانت بطوله، كان عندي بطوله هنا. بطوله ايه بتلعبي ايه؟ باسكت. ما شاء الله. تمام، يعني انت رياضيه بقى. تمام يا حبيبتي. ايه انطباعك بقى عن المسله والحمام والمنظر الجميل اللي احنا شايفينه؟ حلو، شكله حلو. ايوه جميل، يعني مختلف اكيد. يعني بورسعيد متميزه بالمنظر ده. اكيد. وانت يا حبيبتي ايه رايك؟ حبيت المكان صراحه، روح حلو. واتصورتوا مع الحمام؟ اتصورنا. انتوا رايحين فين بقى بعد كده؟ احنا لسه مش عارفين، بس هي المس هي اللي عارفه. منظمه المس يعني. يعني مفيش بروجرام معين للرحله؟ هو في، بس احنا ما سالناش، بس احنا نلف وخلاص يعني. تقريبا نروح السيتي مول. تمام. على العموم انتوا شرفتونا ونورتونا، ومبسوطه ان انا عملت معاكم لقاء، وبستسمحكم بقى ايه تشتركوا معايا في قناتي على اليوتيوب مملكه الشيف مها. تمام. ميرسي يا حبايبي، ميرسي جدا. باي باي. مشاهديني الكرام حبايب قلبي، استمتعنا النهارده في ميدان الشهداء، ميدان المسله، ميدان الحمام ببورسعيد.
وعملنا لقاءات مع شباب وبنات زي الفل، وعملنا لقاء مع عم محمد المسؤول هنا عن المسلة، واستمتعنا بالمناظر الجميلة في المسلة. وأتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم، ولو نال إعجابكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب مملكة الشيف مها، ويا ريت تشيروا الفيديو علشان تبينوا جمال محافظة بورسعيد لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية. وما تنسونيش لايك وكومنتات، وأشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.